يا صباح الخيرات والهنا والنعيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. هفضل كل فيديو أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. أنا بحب أحتفل برمضان طول رمضان وبعد رمضان، أدعي دايما من قبل ما رمضان يخلص: اللهم بلغنا رمضان أعوام عديدة وسنين كتير، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده أنا داخلة معاكم على السريع عشان أحضر فطارنا النهاردة. يعني اللي ما بيختلفش عليه اتنين. هعمل ايه؟ هعمل اكله المفروض الناس كلها عملتها اول رمضان، بس انا كان عندي بقى ايه، مشكله كده في صباعي. ضفري يعني قرب خلاص يتشال، فكان مبهدلني. فكنت بحاول اعمل الاكل اللي مش محتاج ان انا مدي ايدي فيه قوي. يعني انتوا عارفين المحشي من الحاجات اللي محتاجين ايدينا فيه طول ما احنا بنلفه كده. فمامتي الله يبارك لي في عمرها يا رب ويخليها لي وما نحرمش منها ابدا، بسبب موضوع صباعي ده راحت جابت لي كرومب. ما كنتش فرست كرومب ولا اي حاجه قبل رمضان، حاجات كتير ما عملتهاش قبل رمضان بسبب موضوع صباعي، الحمد لله على كل حال. فهي راحت جابت لي كرومب وسلقته لي وقطعته لي وعبته لي في اكياس وجابته لي كمان يا دوبك ايه جاهز كده على الحشو. المهم زي ما انتم شايفين جبت خضره مشكله، بقدونس وكزبره وشبت، غسلتهم وقطعتهم. وكمان مسكت بصلايه كده حلوه صفرتها وحطيت معاها فص واحد توم، قلبتهم تقلبتين ونزلت عليهم كيس طماطم كنت مطلعاه يفك من الفريزر. الطماطم اللي مصلصينها دي يا دوبك لما بتحطيها تتسبك على البوتاجاز هي 10 دقايق وبتبقى اتسبكت وبقت زي الفل. وده ليه؟ لان هي ميتها نشفت اصلا لما جينا نصلصها. تمام. انا من الناس اللي محبش افتكس في الاكلات بتاع جدتي وامي والاكلات اللي احنا متعودين عليها في البهارات بالذات. فالمحشي هو واحد اتنين تلاتة: فلفل اسمر وكمون وشطة، بس كده شكرا. محبش احط اكتر من كده. يوم ما جود قوي احط حاجه بسيطه كزبره ناشفه، بس انا ما حبيتش احط المره دي، حسب المزاج ما بيبقى طالب يعني. طبعا ظبطت الحدق بتاعي، حطيت كمان مكعب مرق وانا بسويها على النار، بس انا ما حبيتش اطول عليكم كلكم وشطار وزي الفل واشطر مني كمان وعارفين المحشي بنسبك له ازاي. بعد ما غسلت الرز بتاعي وصفيته كمان غسلت الخضره وصفتها. حطيت بقى كله على بعضه كده وهقلب اقلب اقلب لما ياخدوا من بعض. بحب انا كمان بعد ما اسبك التسبيكه واجي اقلبها على الحشو احط زيت كده، مش زيت مع التسبيكة، فاهمين؟ زيت من الإزازة كده، بيدي لمعة للمحشي من بره ومن جوه. بيخلي الرز كمان مفرفر كده، كل رزاية مخصمة اختها، ويعني بيبقى حاجة آخر لذاذة. فاحنا عارفين كمان المحشي من أوله لآخره بيتعمل بزيت. إلا بس في الآخر لو انت حابة تديله طعم مثلا في النهاية خالص بتاعته، تحطي له على الوش المحشي نفسه وانت بتسويه. بعد ما تسقيه بالشوربة تحطي له مكعبين زبدة، تحطي له معلقتين سمنة بلدي كده. تمام. خلصت الحشو بتاعي والكرنب زي ما بقول لكم. ماما الله يبارك لي في عمرها يا رب هي اللي كانت عامله لي، فعشان كده ما خدتش وقت في المحشي بصراحه. بس عشان انا مش هقدر امد برضو ايدي لازلت في المحشي، لان الضافر زي ما بقول لكم لسه ما اتشالش. فبعت ابني جاب لي من الاجزخانه الصوابع الجلد دي زي ايه بالظبط؟ دي زي الجلافزات الجلد اللي الشيفات بيلبسوها واحنا بنلبسها لما نكون بنتعامل مع لحوم او كده ومش عايزين ايدينا تبقى لمساها. بس انا جبتهم صابعين بس، لان الجوانتي جلافز كامل كان هيضايقني قوي. تمام كده. انا هنا كنت خدت الحله اللي انا مسبكه فيها اصلا، حطيت فيها ورقه كبيره خضره من تحت، وقمت ايه حاشيه فوقيها. تمام كده، لحد كده ما كانش فيه اي مشكله والدنيا تمام. وبحشي وزي ما انتم شايفين انا لا بعملش صباع المحشي لا صغير قوي ولا كبير قوي. جت بنتي الله يهديها قالت لي انا عايزه اكله في طاجن. صراحه بعد ما قلت لها لا وكده وانا خلاص حشيت ضميري ارنبني بقى ويعني ما قدرت الصراحه. قمت قايمه جايبه الطاجن، حاشيه فيه اخر صفين كانوا فضلوا من الورق بتاع الكرنب. كان فضل كمان شويه رز صغنطوط كده حبه حلوين كده. خدت منهم حشيت البتنجان واللي فضلوا شلتهم في علبه في التلاجة، هفتكس بيهم حاجه ان شاء الله تاني يوم. تمام كده تمام كده، احنا بنرميش حاجه. الرز يعني غالي والمحشي بيتكلف، مش معقول عشان فضل شويه رز اخدهم ارميه، لا طبعا. فالمهم نقلت بقى المحشي من الحله للطاجن، وبرضو حطيت في الطاجن من تحت ورقه كبيره خضراء، ورقه كرنب خضراء، وحطيت البتنجان كده على الوش وبس كده. بصوا الطاجن بتاعنا، شايفين اللمعه؟ هي دي اللمعه اللي بقولكوا عليها، الزيت اللي احنا بنحطه في الاخر بعد ما بنقلب الحشو على بعضه. الخلطه بتاعه المحشي هو اللي بيدينا اللمعه الحلوه دي. سايبه انا بواقي التسبيكه هنا في العلبه دي، في علبه التلاجة دي، عشان هاخدها وانا بسوي المحشي. بس انا لسه مش وقت ان انا اسوي المحشي دلوقتي. انا بحط المحشي في الفرن عشان ياخد وقته مرتاح. انا بسيبه مثلا ساعه ونص، هو بياخد وقت اكتر من المحشي اللي بيتعمل على النار. فانا كان لسه الوقت بدري على اني ادخله الفرن، فسبته في الطواجن زي ما هو. شفتوا الطاجن الصغنطوط ده؟ وريهولكوا في الاخر، انا خدني الكلام ونسيت اقول لكم.
بس انا قلت اشوح الفراخ بتاعتي متبلاها ببصل فرمه في الكبه وطماطم وقرن فلفل اخضر حامي وملح وفلفل وبس كده، بدعكها بيها وبشيلها في الفريزر كده بالخلطه دي. بطلعها بقى بالفريزر، حطيتها. دول 4 قطع فراخ بس، لان بنتي الكبيره مش بتاكل محشي. ففي اليوم دوت هي كلت ايه بقى، كلت باقي البيتزا اللي كنا عاملينها، مش انا كنت عامله صينيتين بيتزا، كلت بقيه البيتزا اللي فضلت بقى من اليوم ده، واحنا كلنا محشي. مش عارفه ازاي حد ما بياكلش محشي، الله يهديها. خلاص حطيت الميه على الفراخ بعد ما شوحتها على الناحيتين في معلقه سمنه بلدي، ولما تغلي واشيل من عليها الريمه احط لها البصل والطماطم ورق اللورا والحبهان وفلفل اسمر وملح وبس كده، خلاص كانت اتسلقت. فآن الاوان بقى ان انا اسوي المحشي. عشان كده انا ايه، قعدت حشيت المحشي بمزاج وبدري في الروقان، ما خدتش وقت ولا حاجه، اللهم لك الحمد. عشان زي ما بقول لكم الكرنب كان جاهز عندي في الفريزر، طلعته من قبل بالليل وحطيته في التلاجة من تحت. طب انا بحب اسقي المحشي بايه بقى، باخد معلقتين من التسبيكه اللي انا عاملاها، حطيت معاها حاجه بسيطه بهارات فراخ او ممكن تحطي مكعب مرق، وحطيت ملح وحطيت فلفل اسمر، وظبطت الحدق بتاعي، وحطيت الشوربه كمان. بقى هعمل ايه، اديني بقى يعلي التيست معايا واللي يبقى يعني ياخد الطعم في حته رابعه. هحط معلقه كبيره سمنه بلدي، الشوربه سخنه فهتسيحها على طول. قلب قلب قلب، ونزلت على الطاجن بتاعي. زي ما قلت لكم الطاجن بياخد شوربه اكتر من اللي لما بتيجي تسوي المحشي في الحله، لانه بيقعد وقت اكتر في الفرن. تمام كده. بس صراحه محشي الطاجن ده يا جماعه بيبقى حاجه خرافه خرافه. لو انتي ما جربتيش قبل كده تعملي محشي في طواجن، لا جربي، جربي صدقيني ممكن تنسي اصلا محشي الحله. انا لو عليا احشيه دايما في طاجن، والله العظيم بجد انا بحبه قوي في طاجن. عشان كده ما اعترضتش قوي يعني على فكره بنتي لما قالت لي اعمليه في طاجن، بنتي الصغيره اللي قالت، بنتي الكبيره ما بتاكلش المحشي اصلا. المهم بصوا بقى الطاجن الصغنطوطي ده حطيته لها هي كلت منه. ده كان محشي زاد عن الطاجن التاني فنقلته هنا في الطاجن الصغير. ونفس ما انا سقيت الطاجن الكبير هسقي الطاجن الصغير. لو انتي مش عندك غطا طاجن زي ما عندي كده، ما ينفعش تدخلي المحشي في الفرن مكشوف، هتغطيه بورقة زبدة وبعد كده فويل. تمام كده. علشان خاطر المحشي ما ينشفش. تمام. انا ما عنديش بقى غطا للطاجن الصغير ده، فهعمل ايه، هجيب من عندي طاسة زنططة كده ملهاش ايد ولا اي حاجة، وهلبسها كده فوق الطاجن، اهم حاجة تكمره ويغطيه. اهو بصوا الجمال والحلاوة، قعد بالظبط بالظبط ساعة ونص في الفرن، وكان بقى زبدة، زبدة بجد والله العظيم. بصوا شايفين الطاجن الصغير، انا كنت مغطياه، انا شايله عشان اوريكم وهغطيهم تاني. يعني روعة، هوريكم كله استوى. واللي على الوش ده بقى الدهان اللي انا حطيته في الاخر، السمنة اللي انا حطيتها في الاخر اللي كانت مع الشوربة والحاجات دي. بصوا اللهم بارك، روعة روعة والله بجد، اللهم بارك، كان زي العسل ما شاء الله لا قوة الا بالله. بس هرجع اغطيهم وهسيبهم في الفرن عشان يفضلوا سخنين لغايه وقت الفطار. ما كانش فاضل وقت كتير على الفطار اصلا، بس كان لسه برضه يعني مش كنا مثلا الساعه ايه، يعني قولوا كنا الساعه 5 كده، فقلت لا يعني هسيبهم جوه الفرن، كده كده الطاجن بيحتفظ بالحراره والفرن سخن فهيفضلوا سخنين ان شاء الله بفضل الله. فسبتهم بقى، دخلتهم الفرن بعد ما طفيته، وهسيبهم بقى واروح اشوف ايه المواعين اللي طلعت مني مكان ما كنت بحشي. زي ما انتم شايفين انا ما كنت سايبه مواعين في الحوض، ما اقدرش ان انا اقعد احشي وانا عندي مواعين مثلا السحور في الحوض. ممكن اسيب مواعين السحور من بالليل، مش هكدب بتحصل، ببقى خلاص مش قادره وفصلت يا جماعه وخلاص بقى انا عايزه انام مش قادره ان انا اقف على حيلي، بسيب مواعين السحور للصبح. ما هيش بايته في حته غريبه يعني، بايته في حضنه برضه. وبقوم بس اول حاجه بعملها قبل ما ابتدي احضر فطار او اعمل اي حاجه، بخش اغسل مواعين السحور دي. احس بقى ان انا واقفه كده مرتاحه. لو هرمي معلقه في الحوض مش هيبقى فيه الا هي. لو مثلا زي ما انتم شايفين كده العلبه اللي كنت غاسله فيها الخضره، العلبه اللي كان فيها الفراخ بعد ما طلعتها من الفريزر، الطبق اللي كنت عامله فيه الحشو، وبس كده مش هتلاقوا عليهم حاجه دخيله يعني. الكوبايه دي كنت حاطه فيها بقيت عصير زياده كان في ازازه في التلاجة، وعلشان اعمل غيره فضيت الحبه اللي فاضيين في الكوبايه ديت وخدت الازازه عملت فيها. تمام كده. بس خلاص ده اللي كان عندي. وبما اني خلاص شلت الحله كمان وحطيت مكانها الطاجن، فغسلت الحله برضو في سكتي. هرص المواعين بقى بعد ما اشطفها في الصفايه علشان خاطر تلحق تتصفى، علشان نلحق نشيلها، علشان دور المواعين الجاي بعد الفطار يكون له مكان. واحنا حياتنا كلها تقريبا هتفضل ما بين المطبخ والمواعين. هو الحوض ده اشتكى مننا عامه، وما بين الترويق مش عارفه في ايه بجد. ساعات ببقى محتاجه افصل وافضل اقول هو انا يا ربي اللي هبات فيها اصبح فيه، وساعات ارجع واقول يا رب اللهم ديمها نعمه، يا ربنا ربنا يديمها علينا نعمه ان احنا نبقى بصحتنا نقف نعمل حاجتنا لنفسنا، ربنا ما يحوجناش لحد ابدا، وما يجعلش اي حد يخدم عيالنا غيرنا.
والله ساعات يعني ايه اما اتضايق كده واقول يا ربي ايه ده، هو انا كل يوم هقوم اروق واطبخ واغسل مواعين واغسل بوتاجاز واروح اودي دروس واجيب من دروس ومش. وساعات اقول يا ربي دي نعمة لما اتعب مثلا في يوم او ابقى مش قادرة اقوم من على السرير والاقي الدنيا من حواليا متبهدلة، مهما كان حتى لو معاكي بنات كبيرة ما يعرفوش يعملوا اللي انت بتعمليه ابدا، او ما بيعجبنيش عمايل حد غير نفسي صراحة. فبرجع اشكر يعني احمد ربنا واقول يا رب ديم صحتي عليا وما تخلينيش احتاج لحد ابدا 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 يا رب. فاللهم لك الحمد والشكر على كل حال. زي ما انتم شايفين غسلت المواعين وحطيتهم يترصوا، مسكت كمان الرخامات. بصوا تقريبا انا بعمل اللي انا بعمله ده هو كل يوم بعمله مع المواعين، بغسل السيراميك اللي ورا الحنفيه، وبغسل الرخامات وبنشفها، وبغسل الحوض وانشفه، وده طبعا بيحصل اكتر من مره في اليوم، رمضان او غير رمضان يعني. لازم مع بعد المواعين لازم اعمل الحركه دي، احس ان الدنيا نظيفه وقصادي كده هاديه، اكون مرتاحه. اهو بصوا، المواعين اتغسلت، الحوض نضف، الاكل خلص، طلعت الفراخ وحمرتها، المحشي يعني بصوا طالب الاكيله. يعني صراحه ما كنتش قادره، يعني ما كنتش قادره اقاوم، كان خلاص المغرب هيأذن، فخلاص هاخد الاكل احطه على السفره بره. بصوا الطاسه اللي انا مغطيه بيها الطاجن دي هي دي اللي انا دخلتها الفرن، هي ملهاش ايد ولا حاجه تنحرق، ففضلت مغطياها بيه طول الوقت عشان ما ينشفش. تمام. هوريكم بقى فطارنا الحلو الجميل. اهو قلبت الطاجن كده على الطبق، بس قلت لازم ايه نقص الشريط مع بعض. ف... فيلا بسم الله. ورحت شايله الطاجن هوبا فرط من الجنب. لازم ما بتكملش اللي على الوش ده، المحشي مش محروق. ده دي الورقه الخضراء اللي انا حطيتها في ارضيه الطاجن من تحت، وطاجن بنوتي اهوت، وحطيت شوربه وحمرت الفراخ، وبنتي بقى هتجيب البيتزا اللي نفسها كانت بتسخنها، وناكل ونقوم تاني علشان نخش المطبخ. ما هي حياتنا، قلت لكم حياتنا بقى كده، بس من غير دوشه بقى. انا غسلتهم لوحدي المره دي، غسلت مواعين الفطار، نضفت الحوض، نضفت، انتوا زهقتوا من الموضوع ده. والشاشه اللي انا فرشاها نشرها على تحت الحوض دي بتاعه العرقسوس. بصوا بوريها لكم اهي، بعد كل مره بيخلص بفضي اللي فيه واغسلها واحط لها تنشف في الحته دي. نضفت كمان الرخامه اللي جنب البوتاجاز عشان تبقى دنيتنا رايقه، وبشغل الراديو هنا بقى كده طول النهار وانا واقفه علشان اسمع الابتهالات، واسمع بحب اسمع الدروس اللي هي طول النهار بتبقى شغاله، حاجه حلوه وممتعه. بس نيجي بقى لأهم جزء ببقى مستنياه طول النهار، وهو ايه؟ كوباية المزاج بتاعي. البن ده كان جاي لي بالليل، بس كنا في المتأخر ما قدرتش اشرب قهوة، ولو اني كنت هموت واقوم اشرب يعني. بصوا عايزة اوريكم سعر البن بقى كام. ده ربع، لا ده تمن كيلو عامل كام؟ 75 جنيه. تمن البن عامل 75 جنيه، يعني كيلو البن ب 600 جنيه. اللهم صل على النبي. كده بقى يعني الواحد بعد كده ياخده بالجرام، يعني إيه بالجرام ايه، بالقطاره. بس انا مش قادره، يعني مش قادره ان انا ابطل، مش عارفه اعمل ايه بجد. مش عارفه هو بقى ادمان ولا ايه يا جماعه، مش فاهمه والله. المهم انا بقى ما كانش مكفيني الكوبايه الصغنطوطه اللي انا بعملها كل يوم دي، فقلت لا انا محتاجه الجردل اللي انا طلعته ده، علشان ده اللي هيسد معايا، عشان انا كان عندي صداع يجيب اخر البلد. المهم الحمد لله حانت اللحظة ان القهوة خلاص اتعملت، وهشربها واقعد بقى شوية على كنبتي كده استقنيز وبس. خلاص ما تنسوش اختكم في لايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو، وده دعم منكم لاختكم. وما تنسوش كمان ان انا بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة يا حلوين.